تعرف إن في ناس كتير بتخاف إنها تنام لأنها حرفيا بتكون رايحة تواجه الموت. طيب عمرك فتحت عينك في مرة وانت نايم ولقيت نفسك مش قادر تتحرك أو تتكلم، زي ما تكون اتشليت، حتى النفس بتاخده بالعافية، ولا منك قادر تصحى ولا قادر إنك تكمل نوم تاني؟ حرفيا بتكون متكتف وتتفاجئ بحاجة قاعدة فوق صدرك وبتبصلك بصة مريبة وكأنك الفريسة بتاعتها، وفجأة كل ده بيختفي وبتتوقع إنك هتصحى من الكابوس اللي كنت فيه، وبتكتشف وإنت مرعوب إنك ما كنتش بتحلم ولا حاجة، كل ده كان حقيقي. خلي بالك بقى علشان إنت ممكن تكون مستهدف من قبل الجن. تعال معايا أحكيلك إيه حكاية الحدوتة دي وبتتسمى إيه. قهوتك وحصلني على الأوضة. بس قبل ما نبدأ، لو بتخاف بلاش تسمع الحدوتة لوحدك بالليل، ليلتك سعيدة. خليني الأول أسألك سؤال، هو أنت تعرف إيه عن الجاسوم؟ لو إجابتك دي بتدور حوالين إن الجاسوم هو مخلوق بيظهر لنا بالليل وفي الأحلام والكوابيس فأنت صح، بس خليني أضيف لإجابتك دي معلومة صغيرة، وهو إن الجاسوم مش بيظهر لنا في الأحلام وبس، لأ ده كمان بيظهر لنا وإحنا صاحيين وفي أي وقت وفي أي مكان. سنة 1928 قدم طبيب الأعصاب الإنجليزي ويلسون رسالة دكتوراه عن شلل النوم، وبعدها مجموعة من العلماء أخدوا الرسالة بتاعته وربطوها بالخوارق، وكانت النتيجة إن الخوف والاعتقاد بالجاسوم بيختلف من بلد للتانية باختلاف الثقافة، وكل ما تكون ثقافة البلد دي مؤمنة بالخوارق بتزيد ظاهرة الجاسوم. بس عارف ايه المفاجأة هنا؟ ان على راس القايمة اللي مقتنعة بالجاسوم كانت مصر، وده حسب الدراسة اللي عملوها، ومقارنة بعدد الناس اللي تعرضوا للظاهرة دي في مصر والبلاد التانية، لقوا ان في الدنمارك الظاهرة دي مرتبطة بأشياء خارقة عن الطبيعة، بس مش جن زينا. لكن في مصر لقوا ان 55% من اللي مروا بالتجربة دي خايفين من الموت بسبب الجاسوم. وعلى حسب الدراسة دي المصريين عندهم اعتقاد كبير في قدرات الجن والمخلوقات الخفية عن العين، والخوف من الموت بسبب الظاهرة دي، وده زود احتمالية حدوثها عن غيرهم. بس ده مش معناه إنها مش بتحصل لشعوب العالم، لأ بتحصل بس بشكل أزيد في مصر عن باقي دول العالم. خليني أقولك عزيزي المشاهد إن الجاسوم موجود من زمان جدا في الحكايات الشعبية القديمة، يعني في المعتقدات الشعبية وفي الثقافات المختلفة كانوا بيعتقدوا إن في كيان اسمه موكسي، وهو عبارة عن روح ذكورية لابس طربوش ذهب وبيظهر للستات في الأغلب وبيمنعها من الحركة أو الكلام. لكن في الاعتقاد ده إن الست اللي هتقدر تاخد الطربوش من موكسي هيحقق ليها أمنية واحدة بس هيفضل يزورها كتير بعدها، زي فكرة الجن العاشق عندنا هنا في مصر، وكلمة موكسي في الألبانية هي زي كلمة كابوس كده عندنا. في حكايات تانية مقتنعة إن الجاسوم أو شلل النوم هو كائن اسمه بوبا بيهاجم الأشخاص ويقتلهم، خصوصا لو نايمين في حالة حزن شديد. في إيطاليا مثلا الجاسوم ليه كذا اسم، منهم بنتفيكا، مخلوق غامض بيطلع على صدر الضحية ويحاول يخنقه، واقتناعهم إن علشان ما يجيش تاني لازم تنام وانت جنبك كيس رمل علشان ينشغل في عده ويسيبك في حالك. وفي أسبانيا الجاسوم اسمه تادور، مخلوق مسؤول عن الكوابيس وبيتشكل على حسب مخاوفك في الليل. وارد جدا انك تكون اتعرضت للجاسوم مرة او مرتين على الاقل في حياتك، لان تقريبا 30% من سكان العالم اتعرضوا للجاسوم حتى لو مرة واحدة في حياتهم، وان واحد من اصل كل 3 بيتعرضوا للجاسوم. لكن لو انت من الناس اللي ما تعرضوش لحد دلوقتي للجاسوم، احب اقولك انك في نعمة كبيرة ومش حاسس بيها، لان اللي تعرضوا للجاسوم
عارفين قد ايه انه من ابشع الحاجات اللي ممكن تحصل لأي بني آدم في حياته، لدرجة ان في ناس بترفض انها تنام خايفة لا تتعرض للجاسوم. طيب ايه هو الجاسوم اصلا، او ايه هو السبب اللي ممكن يخليك تتعرض للجاسوم؟ بص عزيزي المشاهد، الطب النفسي شخص الجاسوم على انه احد الامراض النفسية اللي بتحصل بسبب الضغط العصبي او الارهاق او قلة النوم، او ان بيكون في تاريخ عائلي لشلل النوم، او انك بتنام على ظهرك كتير. الطب النفسي بيقول انه بيتم شلل كل اعضاء الجسم تماما ما عدا القلب والحجاب الحاجز، لان لو واحد فيهم وقف ده معناه موتك. الطب قدر يشخص الحالة، لكن حتى وقتنا هذا مش قادرين يوصلوا لطرق علاجه. طيب ايه اللي بيحصل؟ بيتقال ان الشخص بيقوم من النوم قبل ما تنتهي مرحلة اسمها مرحلة النوم الحالم، فبيحصل حاجة من الوعي، ولكن العضلات الإرادية بتكون لسه في حالة استرخاء، وبيكون عاجز عن الحركة والكلام. وممكن الشخص ده يتصاب بهلوسة سمعية أو بصرية، فبيشوف قدامه حاجات ملهاش علاقة بالواقع، وبيسمع حاجات مش موجودة أساسا، وبيتضاعف شعوره بالخوف والتوتر، وبيشوف مثلا إن في شخص جاي عليه ماسك سكينة وعاوز يقتله، ومش بيقدر إنه يهرب منه ولا يستغيث بأي حد، لأنه بيكون عاجز عن الكلام تماما. الموضوع ده متقسم لقسمين: قسم ليه علاقة بالعلم والطب، وقسم تاني ليه علاقة بالعالم الخفي أو الجن. خليني أشرح لكم القسمين. في ناس بتقول إنهم مجرد ما بيتعرضوا للجاسوم بيسمعوا أصوات غريبة، ولما بيفتحوا عينيهم بيشوفوا مخلوقات غريبة بتتمشى حواليهم، أو بيشوفوا خيال قاعد على صدرهم، ومهما حاولوا إنهم يذكروا الله أو يتشهدوا مش بيقدروا، أو بتكون صعبة عليهم جدا بشكل غير طبيعي. كأني في تقل ضخم على صدري. كنت بجري وحاسس بصدري بيتضغط عليه أكتر فأكتر. نيجي بقى للتفسير العلمي للجاسوم. اجتمع معظم العلماء على ان الجاسوم هو عارض طبي اطلقوا عليه اسم شلل النوم، او ما يسمى بسليب بارالايس. لما بنيجي ننام بنمر بكذا مرحلة، منهم مرحلتين: واحدة اسمها حركة النوم البطيئة، ودي بتكون اول مرحلة وقت النوم، وبتمثل 75% من النوم. وبتبدأ المرحلة دي بإبطاء حركة العين، وبتبدأ المرحلة دي بعد ثواني أو دقايق من الخلود للنوم، وبتستمر حوالي 7 دقايق بس. وبيكون النوم في المرحلة دي خفيف جدا، لدرجة إن ممكن تصحى بسهولة جدا لو حد عمل صوت أو صحاك. تاني مرحلة وهي حركة العين السريعة، ودي بيدخلها الشخص بعد 90 دقيقة من الخلود للنوم، وبتستمر لمدة ساعة تقريبا، وبتنتهي بيها دورة النوم، وبتبدأ دورة جديدة بعدها. وفي المرحلة دي دماغك بتكون نشيطة جدا وبتخلق الأحلام. عادة في خلال المرحلة دي بقى ما بتقدرش تتحرك، وبيحصل لك شلل النوم لما بتكون في مرحلة حركة العين السريعة، لكن انت بتكون صاحي وواعي. والسبب الرئيسي للموضوع ده مش واضح حتى وقتنا هذا. السؤال دلوقتي هو ايه الفرق بين الكابوس اللي بيحصل في الحلم وبين الجاسوم؟ الحلم ده بيحصل في النص الأول من عملية النوم، أو في المرحلة الأولى زي ما ذكرنا. بعض العلماء بيفسروا الحلم بأنه عبارة عن إشارات تحفيزية بيبعتها للمخ علشان يحفز فيه أجزاء معينة متعلقة بجانب الدفاع عن النفس. وده تفسير إنك ساعات بتحلم بأحلام فيها حركة. لكن الجاسوم بقى على النقيض تماما زي ما ذكرنا، بغض النظر عن الرعب اللي هتكون فيه وقت الحالة دي، بس الهلوسة ليها 3 أنواع، وده هيخليك تميز الدنيا وتعرف الحقيقة من الخيال. ساعات بتحس بوجود حد معاك في الأوضة، أو إنك بتتخيل بشكل حد إنت بتخاف منه، أو بتسمع أصوات غريبة،
زي صويت أو حد بيتمشى في الطرقة أو حد بيدبدب فوق شقتك ويكون أصلا مفيش حد فوق، وده بيحصل على فكرة. وفي أسطورة في العصور الوسطى بتقول إن في ساحرة أو كيان شيطاني أو حاجة شبه كده بتقعد على الجسم وبيحاول يخرج الروح من الجسم، وكان وقتها الضحايا بتخاف يحصل لهم كده تاني، لأن نادر جدا إن حد يبلغ ساعتها عن ظهور الجن أو أي كيان غير مرئي. كتير بيعتقد إن الجاسوم بيكون ست عجوزة شكلها مخيف أو ساحرة أو حتى شيطان. في دراسة اكتشفت مؤخرا إن في حاجة مشتركة مع معظم اللي بيحصل ليهم شلل النوم، لأن المخ وقت النوم بيبعت هرمون في مجرى الدم بيشل أغلب العضلات الرئيسية علشان يمنع الحركة. بالطريقة دي ممكن الجسم يرتاح ساعتها، لأن العقل بيكون شغال في الأحلام. طيب إيه لازمة الهرمون ده أصلا؟ الهرمون ده معمول مخصوص علشان يمنع الجسم من إنه يأذي نفسه، وده بسبب حالة النوم اللاواعي أو زي ما احنا عارفينه باسم العقل الباطن. طيب هل في حاجات ممكن إننا ناخد بالنا منها علشان نتجنب إننا نتصاب بالجاسوم؟ العلماء بيقولوا لو انت متعود تنام على ظهرك أو بتشقلب ساعات نومك، يعني بتسهر بالليل وبتنام طول النهار، أو نظامك الغذائي غير متزن، أو إنك بتعاني من ضغوط نفسية وحالة اكتئاب، يبقى أنت أكتر عرضة وإصابة بشلل النوم أو الجاسوم. رغم كل الأسباب اللي قلتها لك دي، لكن لحد النهاردة العلماء ما قدروش يتوصلوا لسبب حقيقي للشعور بالجاسوم أثناء النوم. اوعى تنام يا يحيى، لو غفلت لحظة هتندم عمرك كله. وحتى وقتنا هذا ما زالت الأبحاث مستمرة. في ناس كتير مصدقة إن الجاسوم موجود فعلا وإنهم اتعرضوا ليه، منهم ناس أعرفهم شخصيا، وناس تانية مش مصدقة وبتقول إنه مجرد مرض نفسي ليه أسبابه وأعراضه مش أكتر. انتوا بقى مع أنهي تفسير فيهم؟ وعرفوني بقى عاوزين نتكلم عن إيه الحدوتة اللي جاية. بس كده، كان معاكم محمود عاشور، استنونا في حدوتة جديدة من أوضة الحواديت.